السلام عليكم. في دقيقة واحدة بس هلخص لك جلسة النهاردة من البورصة المصرية، وهقول لك في آخر الحلقة على أهم الأسهم اللي ممكن تشتغل بكرة وبعده إن شاء الله. رغم الحرب اللي دايرة، البورصة المصرية متماسكة. 47,000 تقريبا المؤشر التلاتيني، هبوط طفيف بس حتى الآن إحنا عند الدعم 12,700 في السبعيني، صعود بصورة جيدة حتى الآن. تداولات 7 مليار ونص، السيولة جيدة جدا بالنسبة لأول جلسة تداول بعد إجازة طويلة. هنلاقي إن الصناديق المصرية هي صافي شراء وشايل السوق، بينما الصناديق الأجنبية والعربية صافي بيع، والأفراد مصريين وعرب وأجانب صافي شراء. النهاردة قطاع البتروكيماويات نجم أي أحداث ساخنة، هتلاقي قطاع البتروكيماويات هو الملاذ الآمن في البورصة المصرية. هنلاقي السيولة دخلت في قطاع العقارات وقطاع البنوك أيضا. سودك كان متألق النهاردة، وأبو قير وكذا سهم كانوا طالعين وعاملين أرقام جيدة. بكرة إن شاء الله أتوقع إن القبضة الكويتية اللي هي فالمور حاليا ومصر الجديدة والقلعة يقدروا يشتغلوا ويعملوا شغل كويس، ومعاهم سيدي كرير وأمك. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم.